السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية. انتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. انا روبي، مصرية عايشة في تركيا، لو اول مرة تشوفوني. النهاردة هاخدكم معايا كده جولة حوالين البيت عندي في نفس المكان اللي انا عايشة فيه. اكتر من حد كان سائلني المنطقة بتاعتك شكلها عامل ازاي، حلوة، متوفر فيها خدمات ولا لا. فالنهاردة بإذن الله هوريكم على الطبيعة المكان اللي انا عايشة فيه. بس قبل اي حاجة هعمل لنفسي كوباية قهوة كده، وهعمل لدارين الحليب بتاعها، وهحضر لها. النهارده عندهم يوم تغذية، كل واحد المدرس بيبعت بالاسماء كده، كل واحد هيجيب ايه وعدد الحاجات اللي هو هيجيبها. فحضرت الدارين كده زي ما انتم شايفين، عملت لنفسي قهوة زي ما شفتوا، وقلت احضر لها الحاجات بتاعتها. في يوم التغذية بتاعها كان المفروض ان هي تجيب 3 حبات من الكمثرى كده، و100 جرام من العين الجمل. فحضرت لها حاجتها وهنزلها اوديها المدرسة بتاعتها بالسلامة يا رب. وبعدين هاخدكم بقى الجولة الجميلة اللي احنا متفقين عليها. اليوم دوت ما بيبقاش فيه لانش بوكس، مش بنحضره. هما بيبقوا في حد بيجيب عصير، في حد بيجيب بسكوتات، وفي حد بيجيب بوريك. زي ما انتوا شايفين دودو اتحضرت ونازله، هي رايحه في طريقها للمدرسه. ربنا يا رب يحفظها ويبارك لها ويبارك لنا فيها، ويبارك لكم في ولادكم، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا الشوارع عامله ازاي، يعني كان في شتاء بس شتاء خفيف. بصوا ده المخبز اللي انا بجيب لها دايما منه البوتشا والقشمه بتاعتها، اللي هي اللي بتحبها، اللي هي بديل الساندوتش. يعني هي دايما متفقه معايا في اوقات معينه كده ما بتحبش تاخد معاها اكل من البيت، فبجيب لها اللي هي عايزاه. وزي ما انتوا شايفين كده، بصوا ده كافيه على قيمة المدرسة. أولياء الأمور ساعات بيجوا يقعدوا يستنوا ولادهم هنا في المكان ده. زي ما انتوا شايفين كده. ده مجمع بقى كبير، يعني هنا المدارس، يعني مثلا مدرسة مثلا باسم مدرسة مثلا اسمها عبد القادر مثلا، فبيبقى فيها المراحل كلها في نفس المجمع ده. مجمع كبير جدا زي ما انتوا شايفين كده، اخد مساحة كبيرة جدا جدا. دي المرحلة الابتدائي، وكانت في أنا أكل اللي هي مرحلة الكي جي عندنا، بتبقى الناحية التانية. وزي ما انتوا شايفين كده المدرسة من جوه، والفصل بتاع دارين اللي انتوا شفتوه المكتوب عليه أبير ده. بصوا دي المدرسة بتاعت دودو. بصوا قريبة جدا من الميكروباص، بصوا قريبة جدا جدا من محطة الميكروباص دارين، بتاعت المحطة بتاعت المكان بتاعنا. بصوا دي المدرسة الإعدادي. بصوا المجمع يعني لافف مساحة قد ايه. بصوا ده مكان بقى لبيع الكتب القديمة. لو في اي حد محتاج مثلا اي حاجة من الكتب بيروح الاماكن دي وبيدور على الكتاب اللي هو عايزه. كتب خارجية بقى، اي كتاب قديم بتلاقوا كل حاجة هنا موجودة. تمام تمام. بصوا ده بيم اللي قريب من المدرسة اللي انا دايما بعدي عليه اجيب حاجتي، وانا بعد ما بوصل دارين على سكتي اخر الشارع ده كده انا ساكنة. ماشي، بس انا مش همشي الناحيه دي، انا همشي الناحيه دي كده عشان اوريكم الجوله بتاعتنا من اولها. بصوا ده محل بتاع ملابس خاص بلبس المدارس بتاعت المدرسه دي، والمدارس اللي حوالينا القريبين مننا هنا المناطق السكنيه. كل منطقه بتبقى يعني بتروحي مثلا قائمه مقام بتقدمي للولاد، بيشوفوا النفوذ بتاعك على انهي مكان، وبيقدموا لي اقرب مدرسه ليكي. المدرسه اللي بيني وبين دارين، بصوا دي الثانوي، دي مدرسة الثانوي اهي، تبع برضو نفس المدرسة بتاعة دارين، بس دي المرحلة الثانوي. في وشها في ايس بير كده زي ما انتوا شايفين. فبيدوروا على اقرب مكان ليكي وبيسجلوا الولاد عندها. مش يعني مش بمزاجك بتروحي مثلا مدرسة معينة تسمعي عنها كويسة. هنا المدارس كلها مستوى تعتبر واحد. بس هما بيشوفوا اقرب مكان ليكي عشان الولاد ما يبذلوش مجهود. و
هو السيستم هنا كده، على حسب النفوذ بتاعك ولادك بيتسجلوا. بصوا كده الميتروبوس زي ما انتوا شايفين الناحيه دي، وهنا بقى في وش الشارع اللي انت بتروحي تركبي منه من الميتروبوس، في وشه على طول. بصوا التمثال ده كده بيبقى على اول شارع مرمرة، شارع مرمرة اللي احنا دايما بنصور فيه. هندخل بقى الشارع من اول. بصي الشارع يا جماعة، بصوا الشارع اكننا اول مرة نشوفه. بصوا عامل ازاي، فاضي وهادي ازاي. فودافون طبعا. بصوا جراتيس دوت مكان هنا مشهور جدا، بيبيع مستحضرات التجميل وكل حاجة خاصة بالعناية بالبشرة بالشعر بكل حاجة يعني. بصوا الشارع فاضي وهادي ازاي. وايفيدا برضو نفس الكلام، برضو مكان برضو خاص بنفس المكان، مستحضرات تجميل برضو وكده. وكنتاكي اهو. الشارع بقى ده غني جدا بكل حاجة تخطر في بالكم. بصوا ده فندق، يعتبر فندق من تحت مطعم كده كبير مشهور جدا هنا وحلو جدا جدا كده ونضيف جدا جدا جدا. بصوا الجمال. طبعا الصبح كان الجو يعني بارد، بجو بارد جدا، وكان بدري قوي، فكانت المحلات لسه بتفتح. هنا كنت يعني حبيت ان انا انزل كده في الافيمي اللي انا متعوده اصور لكم فيه كده، اوريه لكم كده. من جوه في ممر كده حلو جدا، كان نفسي اصور لكم فيه، بس طبعا ما كانوش فتحوا وما كانوش بقى ايه، طلعوا بقى الحاجات الحلوه بتاعتهم دي عشان اصورها، كانت المحلات كلها قافله. بصوا انا قلت اصور لكم في الروقان كده المنطقه وهي فاضيه كده عشان تشوفوها براحتكم اكنكم ماشيين معانا بالظبط. بصوا ده مطعم برضو بتاع فراخ وبتاع شاورما. هنا الشاورما منتشره جدا جدا بقى، وعايزه اقول لكم طعمها بيبقى رهيب. وده كمان برضو نفس الكلام، مطعم كبير جدا اخد مساحه عريضه جدا زي ما انتم شايفين. حلو جدا جدا، وتقدري بقى تطلبي اي حاجة انت عايزاها وبيجيبوا لك الحاجات ساعات تكاوي لو حابة. بتتصلي بيهم وبتديهم العنوان يعني، وبيجيبوا لك اللي انت عايزاه. بصوا ده كمان محل بتاع دهب، عامل خصم 40% من يوم 20 ليوم 30 الشهر ده، بمناسبة يعني انتهاء السنة، ختام السنة يعني. بصوا بيبيع بقى ايه، الساعات الاوريجينال والنضارات، بجانب الذهب بقى والحاجات دي كلها. بصوا بصوا الموديلات. بصوا تحسوا ان هنا مجتهدين جدا جدا في موضوع ان هم اساسا بيهتموا قوي بالواجهات بتاعتهم وترتيب الحاجة. بيفتحوا في مواعيد معينة، مش بيتأخروا خالص. مثلا يعني الساعة 9 زي ما انتوا شايفين كده المحلات فاتحة وشغالة والدنيا تمام. بصوا ده محل للشنط برضو. بصوا الكلب العسل ده كان عايز يلعب معايا، قمر قمر طالع يتمشى. بصوا بصوا الشارع ده نص شارع مرمرة بقى زي ما انتوا شايفين. هدوء، بس كان الجو بارد بطريقة ما عندكوش فكرة. بس الجو كان يعني تحس. بصوا احنا كنا بقى عايزين هنا ايه، 2 قهوة كده محترمين مع الجو ده، يعني حاجة كده جميلة جدا. بصوا خلاص ده، بصوا ده نهاية الشارع يعتبر. المسجد اهو اللي قريب من بيتي ده، اللي دايما موجود في كل فيديوهاتي عشان هو قريب طبعا من البيت، بس انا بحبه جدا جدا. هندخل برضو نبص على الساحة بتاعته قد ايه هو جميل وكبير يعني. وعايزه اقول لكم الانوار بقى، يعني الدنيا لما بتضلم بقى بيشغلوا انوار و واضواءه حلوه جدا جدا ومريح نفسيا بطريقه مش طبيعيه. بصوا ده مدخل، ده مدخل في وش مرمرة على طول، وده مدخل جانبي على شارع الرئيسي برضو، بس بس ده مدخل تاني. بصوا بقى المدخل ده عبارة عن ايه، عبارة عن بتدخلي بيبقى فيه هنا قاعة افراح،
وفي بقى مكان تاني مخصص للي هو زي كتب الكتاب كده، اللي هو عقد كتب الكتاب ده مخصص لكتب الكتاب فقط لا غير، بعيد بقى عن صالة المناسبات والكلام ده. وفي مكتبة كبيرة جدا حلوة جدا جدا، وفي مكان لتحفيظ القرآن. بس طبعا أتراك يعني. انا يعني كان نفسي قوي اشتغل في الدار دي. انا الحمد لله رب العالمين يعني حافظه كويس في المصحف، فكان نفسي قوي قوي يعني اشتغل في موضوع التحفيظ هنا. بس بصراحه انا ما بعرفش تركي كويس خالص، فاللي موجودين هنا كلهم اتراك. فما عرفتش خالص بصراحه. كان نفسي يعني، حتى قلت طب خلاص ماشي بلاش احفظ، طب ادخل اكمل بقية. انا الحمد لله حافظه لغايه سوره نص المصحف، لغايه سوره مريم. فكان نفسي اكمل، بس طبعا ما عرفتش خالص نتيجه ان انا يعني مش هفهمهم كويس. فقلت بقى اشوف مسجد كده فيه عرب يعني، احفظ واحفظ بقى هناك ان شاء الله باذن الله. بصوا ده الميضه، المكان بتاع الوضوء هناك. بصوا شكله جميل ازاي، الحنفيات بقى بتاعتهم تحس انه هي عثماني كده شويه، تحفه. احنا كده خلاص خرجنا من المسجد. بصوا الحاجات دي جديدة، ال- المربعات الخضرة دي. بصوا في حد مسؤول من البلدية كده بيجي يقلب في التربة عشان يظبط المساحة الخضرة دي. بصوا ما شاء الله يعني مهتمين جدا جدا بكل التفاصيل. بصوا الكراسي دي حلوة ازاي وجميلة ازاي. المكان ده طبعا كله اتغير ووسع كده وتبدل زي ما انتوا شايفينه كده. بصوا احنا هنا بقى عارفين الحديقة اللي انا باجي دايما اجيب دارين ومرجعها فيها وكده، هي دي بقى. بس الصبح بصوا هادية ورايقة ازاي وجميلة ازاي، حلوة جدا جدا والله. نفسي يعني اشوفكم في الجنينه الجميله دي وفي الجو الحلو ده. وده المكان ده مقفول للناس الكبار السن، بيدخلوا بقى يشربوا القهوه بتاعتهم، يقروا الجرايد بتاعتهم، يتكلموا مع بعض، ويروحوا على الساعه 12 واحده كده، يمشوا من هنا على الساعه 12 واحده بقى بتلاقوا المكان ده كله مليان ناس بقى كبار مروحين بقى. يعني اللي رايح بقى يشتري حاجاته وهو مروح كده يعني. اللي مروح بقى على ميعاده، اللي رايح يقضي مشوار. بصوا البارك وهي حلوة كده وفاضية. وبصوا الألوانات الجميلة مع لون الشجر، يعني بصراحة راحة نفسية مش طبيعية، حلوة جدا جدا. وبأقل التكاليف تقدري تيجي بقى تفسحي ولادك وكده. بصوا المكان ده احنا ساعات بنعمل أكلنا ونجيب الشاي بتاعنا وكده، ونيجي بقى نفسح الولاد هنا مع بعض. الولاد بقى يلعبوا ويجروا ويتنططوا زي ما هم عايزين، زي ما انتوا شايفين كده بيتمرجحوا. دايما كنت باجي هنا انا ورؤية صاحبتي بنفسح الولاد يعني ونمرجحهم كده. كنا بنبقوا مستمتعين قوي 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 بالقعده. بصوا ده البازار، ده شارع البازار في وش الجنينه على طول زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اللي هي الصاله المغطاه اللي هناك دي. بصوا الجنينه دي تحسوا ان هي جنينه الخالدين، يعني انا مسميها مكان حلو قوي. بصوا واسع جدا مليان تماثيل. بصوا التماثيل دي انا معرفش بصراحة عن حاجة، دي بدايتها كده، دي الدخلة زي ما انتوا شايفين كلها تماثيل. انا معرفش منهم حد، بس هما ايه يعني الادباء بقى وكتاب و يعني ناس مشاهير كده عندهم وفنانين. بصوا يعني كل واحد مكتوب جنبه. بصوا اللوحة التعريفية بتاعته. بصوا ده مش فاضي خالص، ده قاعد بيقرا بقى في الهوا بقى وايه مبسوط على الاخر يعني. بصوا بصوا المنظر ده كان على الطبيعة حلو جدا، شدني قوي عشان كده قلت اصوره. بس هو جماله مش ظاهر قوي في الفيديو، بس هو كان شكله حلو جدا، الاخضر مع الورق الاورنج اللي واقع ده، حاجة كده رهيبة. ودي حد كده بيغني قديم عندهم برضو. بصوا تحسوا ان معظم الناس الكبار الاتراك بنفس المنظر والهيئة ده. يعني بصوا زي الراجل ده كده بالظبط. بصوا كده تحسوا ان هو ايامه كده، وتحسوا ان هو يعني حد كده في نفسه جامد يعني كده، تحسه ما شاء الله. يعني بصوا مفروض يعني الناس الكبار عندهم نفس الهيئة كده والمنظر والبدل والكلام ده كله، مهتمين جدا جدا بأناقتهم. بصوا الليدي اللي قاعدة حاطة ايديها على خدها دي، ودي تحس بقى. بصوا يعني الست
التركية البسيطة، معرفش ماسكة في ايديها دي جرس ولا ماشية بحال الأمهات ماسكة حاجة بتحدفها على حد ولا ايه، ما تعرفوش. بس دي مساحة واسعة كده زي ما انتوا شايفين، فيها كراسي من جوه. حلو جدا. انا طبعا لما ببقى طالعة من البازار بصراحة ومعايا حاجات كتير، ساعات بدخل اريح كده شوية. ده قصاب ده يعني بالتركي يعني جزار. جربت منه، جبت منه قبل كده فراخ ولحمة، بس بصراحة يعني حسيت ان اسعاره غالية جدا والنوع اللحمة بتاعته مش احسن حاجة يعني. بس انا مستريحة مع الحد اللي انا بجيب من عنده، اللي هو جنب مقبولي اللي قلت لكم عليه، وريته لكم مرة وصورت لكم عنده مرة. ده مبسوطة منه جدا جدا، وأسعاره تعتبر معقولة، وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعت حاجته حلوة جدا. بصوا ده لبان اسمه بهادر. ده لبان بيبيع لبن اللي هو الفريش، وبيبيع جبنات حلوة جدا وزواتين وبسطرمة وأنواع حلاوة أشكال ولون، كل حاجة تخطر في بالكم موجودة عنده. ودي بقى زي ما انتوا شايفين كده اللكاليك والحاجات بتاعت الشتاء. بصوا هي الاشكال بتاعتها مش احسن حاجه يعني، الحاجات اللي موجوده في البازار شكلها احلى بكتير، لكن الكواليتي هنا اعلى بكتير بكتير بكتير. يعني هنا الاسعار ممكن تكون اغلى شويه، لكن الكواليتي بتاعتها عاليه جدا، على قمه برضو البازار. جنبه بقى حد برضو مشهور جدا بتاع مخللات بقى وورق عنب، اللي هو اللي هما بيفرزوه بقى وبيخللوه، او مش بيخلوه، اللي هو بيحفظوه بملح وكده، اللي هو بصوا اللي عنده الحاجات الزرقاء دي، البرطمانات الزرقاء دي. بصوا المنظر. دي خلاص بقى انا كده ايه راجعه، يعني سبت المكان بتاع البازار والحديقه وكده وكده، انا راجعه كده في اتجاه البيت بتاعي زي ما انتوا شايفين. بصوا منظر يا جماعة، يعني بصوا، انا بصراحة يعني قلت لازم اصور لكم، لازم اصور لكم الجمال ده، مش معقول يعدي كده والدنيا هادية ورايقة ومبلولة كده من الشتاء. الجو ده حلو جدا جدا جدا. عايز بقى حاجة سخنة واتنين صحاب كده بيحبوا بعض قوي، يمشوا يحكوا بقى ويفضفضوا ويعملوا اللي هم عايزينه كله، يعني تحسوا يعني بتحسي انت براحة نفسية، وتحسي انت لو جواكي ضغط وجواكي شحنة آم، آم، ضغوطات، بتحسي ان انتي سبحان الله مع جو زي كده، ومع حد مثلا بتستريحي له، بتقعدوا تحكوا كده مع جو زي كده ومشروب سخن، خلاص كده الدنيا وما فيها. بصوا منظر الحمام بقى، ده المنظر ده انا بحبه قوي في الرايحة وفي الجاية، لازم اعدي كده عليه، لازم. بصوا، بصوا منظر رهيب بصراحة. بصوا خلاص بقى احنا سيبنا المكان بتاع الحمام، على نفس الاتجاه برضو هتلاقوا بصوا في صيدليتين في وش بعض زي ما انتوا شايفين، وفي مركز فيرا ده اللي انتوا شايفينه ده. ده مكان كده زي ما بين الخاص والحكومي. زي مركز طبي كده ما بين الخاص والحكومي، اسعاره يعني معقولة شوية، هو او غالي في حاجات وحاجات تانية معقولة، بس في بقى مترجمين عرب. ده اول ما جينا بصراحة كنا معتمدينه، لان هو اساسا يعني ما كناش لاقيين حد يفهمنا. انتوا عارفين موضوع ان حد يفهمك خصوصا دكتور وتقعدي تحكي بتفاصيلك واللي تعبك وكده، كان لازم حد عربي هو اللي يترجم. فده كان فايدنا جدا. بصوا المكان اللي فوق اللي فيه تندات ملونة ده كافيه حلو جدا جدا جدا. ساعات بطلع انا ونورين بنتي نطلع بقى نشرب كافيه، نشرب كافيه، نشرب شاي، نشرب اي حاجة. بنغير جو، الفيو من فوق تحفة، رهيب رهيب، حاجة كده وهم، وجنب البيت على طول ما بناخدش فيه وقت. ده ارشليك دوت ماركة مشهورة جدا هنا، زي بيكو، وزي بوش وزي الحاجات دي كلها، حاجات مشهورة جدا جدا، وأجهزة كهربائية يعني. ودي بقى سوبر ماركت وايس بير طبعا اللي منتشر في كل حتة ده. انا بحب اجي هنا قوي لان هو منظم ومرتب وبينزل فيه كل جديد. اللي تحت البيت عندي على طول، اللي هو تحت بيتي على طول ده، بصراحة ما بثقش فيه ولا في الحاجات اللي موجودة فيه خالص. اما الفرع ده حلو جدا 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 وقريب من بيه، مع نفس ايه يعني، هتكملي كده على طول هتلاقي بيم. بصوا دي عربية بتبيع لبن برضو فريش وزبدة وقشطة وحاجات كده، يعني الحاجات اللي هي بتيجي من القرية أصلا. المكان اللي انا بشاور لكم عليه اللي فيه عنده اليافطه الحمراء ده المحل السوري، اللي انا بجيب منه بقى ايه كل الحاجات اللي هي مش موجوده في المحلات التركيه العربيه اللي احنا متعودين عليها. زي ايه؟ زي العيش، زي مثلا بجيب عجوة،
بلاقي مثلا الحليب البودر. بتجيبي اي توابل مش موجودة، هم مش متعودين عليها، بتجيبيها من عندهم. اي حاجة اي حاجة بتحتاجيها بصراحة، الملوخية، الكلام ده كله، الحاجات بتاعتنا احنا المصرية والعربية بنلاقيها هناك. هروح اجيب عيش، لاني طبعا رحت وصلت دودو خدتكم اللفه دي. انا متعوده بجيب عيش وانا راجعه من المخبز اللي احنا شفناه في الاول، لكن طبعا عشان انا لفيت اللفه دي فانا هجيب من بيم. بصوا، وده كمان هنا كنت جبت بقى الطلبات بتاعتي وانا راجعه. بس بصوا هنا كوبراتيف اهو هوريهولكم. وبصوا ده مركز تجميل حلو جدا برضو، وفي وشه برضو في واحد تاني مركز تجميل برضو. ما تحسوا الحاجات دي منتشرة هنا قوي قوي قوي. بصوا كوبراتيف دوت عامل زي الجمعية الاستهلاكية كده عندنا، دي خاضعة للدولة. والأسعار بتاعتها برضو خاضعة للدولة. خضار بقى وفاكهة ومعلبات، احنا صورنا فيها قبل كده، كان فيديو حلو جدا وكان موضح كل حاجة، مع ان ممنوع التصوير فيه، بس انا كنت صورت بصراحة فيه وكان حلو جدا جدا جدا. بصوا واحنا ماشيين كده، انا خلاص بقى انا في الشارع ايه المقابل لبيتي على طول. بصوا ده سنتر تعليمي كده، بصوا كل المبنى ده سنتر تعليمي تحفة. تحفة. بتلاقي بقى هنا الوقت بتاع الدراسة بقى بتلاقي ولاد بالهبل بقى، شباب كده يعني. بصوا خلاص العمارة دي اللي كانت بتتبنى، اللي قلت لكم عليها بتتبنى على اول الشارع عندي، هي دي. تحت بقى في معرض سجاد كده زي ما انتم شايفين، وجنبه محل بيعمل ستاير بقى وبيجهز ستاير وكده. ده السجاجيد من بره، لكن جوه بقى معرض كبير جدا جدا وفي اشكال والوان يعني. اشكال والوان. بصوا الاسعار يا جماعه يعني بقت غريبه قوي بتاعت السجاد. يعني بصوا السجاجيد عادية يعني عادية، بس الكواليتي بتاعتها بصراحة حلوة. بصوا دي اللي واقفة دي، بصوا 200 في 290 ب 2200 ليرة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، ده محل السجاد، ده ستاير. خلاص كده الجولة بتاعتنا تعتبر خلصت، وانا كده على قمة الشارع بتاعي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، ما تنسيش الاشتراك في القناة لو اول مرة تنورينا، ما تنسيش الكومنت الجميل اللي انا متعودة عليه منكم. واسيبكم في رعاية الله. ما تنسوش الذكر والاستغفار والدعاء، واشوفكم على خير. باي باي.